السلام عليكم بنات، اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم فقاس بريستيج او فقاس ملكي باللوز والكركاع. ساهل كيف ما كتشوفوا، ناجح من اول تجربه، ما كيضيع منه حتى شي طرف، يعني ما فيش كسور ما فيش ضياع نهائيا، ما كيتهرس ما والو. اغلب البنات كيخافوا من هذا الفقاس، كيكون عامر باللوز والكركاع انه يتهرس لهم في التقطاع. اليوم ان شاء الله الا تبعتوا معايا الطريقه والاسرار اللي غادي نعطيكم، كونوا متاكدين انه غادي ينجح معكم من اول تجربه. غنشارك معكم كذلك الكميه اللي تيخرج وثمن البيع بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند. فقط تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، ما تخرجش عليا بلايك وتعليق، ونخليكم مع الفيديو. عندي هنايا 2 الحبات ديال البيض، ضفت لهم قبيصه ديال الملحه، يعني تقريبا كنديروا نص معلقه صغيره ديال الملحه، كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزبده مذوبه، ونص كاس ديال المزهر، ونص كاس ديال الماء. هادشي كامل غنخليه لكم مكتوب في صندوق الوصف. صافي هنايا كنخلط العناصر او المقادير جيدا حتى كتذوب ليا ديك سنيده مزيان وسط هاد السوائل. عاد غادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا، وغادي نزيد خميره ساشي، يعني وحده ديال خميره الحلويات. صافي وغادي نبدا كنجمع العجينه ديالي، وانا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون آه يعني متماسكه، ما كنقصحوش له العجينه بزاف، يعني الا قصحنا ليه العجينه راه غادي تطرطق لنا في الفران، وإلا خلينا العجينه مرخوفه بزاف راه غادي يبدا كيتلصق لينا وما غاديش يساعدنا فاش نكونوا كنشكلوا فيه. يعني نجمعوا العجينه عاديه بحال غنصاوبوا الصابلي، يعني عجينه ما كتلتصقش في اليدين. صافي كيف ما كتشوفوا، يعني عجينه مرخوفه وما كتلتصقش في اليدين. قسمتها لجوج ديال الكرات متساويين. هنا خديت بيضه وحده، زدت عليها معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلط مزيان حتى كتذوب ليا ديك القهوه وسط البيض. بالنسبه للعجينه البنات، انا يعني فقاس درتو شويه كبير. الا كنتو غديروا فقاس صغيور راه غتقسموا هاد العجينه على 3 ديال الكرات. كيف ما شفتوا انا راني قسمتها غير على جوج. صافي هنا خديت واحد البلاستيكه، ضروري ديروا بلاستيكه اولا بابي كويسون، يعني كاغيط ديال الفران. ما يمكنش ديروا فوق سطح العمل نيشان، لانه غادي تبغيو تقادوها وتشكلوها حربول، غادي تلصق لكم في سطح العمل. يعني الا جيتو ترشوا الدقيق غادي تلقاو مشكل في الطياب ديال الفقاس وغادي يطرطق لكم في الفران. يعني دائما تستعنوا ببلاستيكه اولا بابي كويسون. صافي هنا من بعد ما طلقت العجينه على شكل مربع، ضروري نعطيو واحد التشكيل هكا باش يعني كتجينا سهله فاش نلويوها، تعطينا الحلبول. ما كتكونش العجينه رقيقه بزاف وما كتكونش العجينه غليظه بزاف، يعني العجينه متوسطه نطلقوها عاديه. صافي هنا كندوز عليها واحد الدهنه خفيفه من داك البيض والقهوه. وهنا البنات عندي اللوز مرطب، اللوز رطبته في الماء ليله قبل، يعني ضروري ما ترطبوا اللوز باش هكا ملي تجيو تقطعوا الفقاس ما يجيكمش، ما يبقاش اللوز قاصح، يكون رطب ودغيا يدوز في التقطاع. سيرتو لما كانش شي يعني موس اللي غتقطعوا بماضي مزيان، كونوا اكيدين انه غادي يتهرس لكم. يعني من الاحسن ترطبوا اللوز باش هكا ما تتفاداو المشكل ديال التهراس نهائيا. هنا الكركاع، بالنسبه للكركاع يعني ما تخافوش منه اصلا، دغيا كيتقطع. كيف ما شفتوا انا درت الصفوفه بعدين، لان السيده الفقاس اللي درت لها انا حسبته لها غير ب 100 درهم. الا كنتو غديروا صف على صف، يعني صف لوز كركاع يعني لاصقين على بعضياتهم، راه كيمشي الثمن ديالو حتى ل 130 درهم. انا درتهم بعدين، يعني ما هش ليا اللوز والكركاع بزاف، حسبت ليها ب 100 درهم الكيلو. وانتم الا كنتو قلت لكم غادي ديروا صف على صف راه غيهز لكم كميه كبيره ديال اللوز وديال الكركاع. صافي هنا من بعد ما استفتهم غادي نبدا نلوي هكايا، يعني على شكل حربول. كيف ما شفتوا كنحاول نقاد هكايا وانا كنلوي. البلاستيكه راه كتساعد بزاف فاش نكونوا كنشكلوا فيه. صافي كنقادو هكا من الجوانب كيف ما شفتوا، يعني كنحاول نقاد هكايا، نسد مزيان ونقادو ونحطو في اللاطه. يعني الجهه اللي كنكونوا سدينا فيها هي اللي كتكون لتحت، يعني الجهه اللي الملاقيه ديال العجين هي اللي كتكون لتحت. هنا الحربول الثاني او الكره الثانيه حتى هي شكلتها بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي وكنسد عليها وكنحطها حتى هي في اللاطه. هنايا داك شويه اللي شاط ليا ديال البيض ونسكافيه هو اللي غادي ندهن بيه هاد لي بوده هادو.
كنتقب بعدا بواحد الكيردون، ضروري ما نتقبوا هذا الفقاص هذا باش ما كيطرطقش في الفران. صافي وغادي ندهن هنايا هاد الحليب والهنا. هنايا ممكن تزينوه باللوز ايفيلي، يعني في هاد المرحله هذه ديروا اللوز ايفيلي كيف ما قلت لكم، يبقى على حساب نتوما بشحال شادين الصابلي، عفوا الفقاص. صافي غادي ندخلو كيطيب كيف ما شفتوا العافيه مهيله. كندخلوه في فران بارد، عاد كنشعلوا عليه الفران، كنقصوا بزاف العافيه وكنخليوه كيطيب العافيه مهيله حتى كيبان لنا انه نفخ وذهب من التحت. كنخليوش كيطيب بزاف، فقط غير كيذهب من التحت وكنحيدوه. صافي هنايا وكنغطيه كنغطيه بواحد البلاستيكه، وكندير عليه منديل اللي يكون فازك ومعصور، وكنخليه حتى كيبات ليله كامله حتى الغد اللي عاد غادي نقطعو. وكيف ما شفتوا راه ساهل في التقطاع، يعني دغيا كيدوز فيه الموس. انا راه تنقطعو بالطرونشوار، ما كنقطعوش بالموس يعني عادي. الطرونشوار هذا كيكون رقيق وكيكون ماضي بزاف، يعني بحال الغازواغ كيدوز في اللوز وفي الكركاع. ما كيعذبناش، ما كيهرش لينا الفقاص نهائيا، يعني لانه ماضي. وكنصحكم بهذا في الفقاص، يعني يكون معتمد عندكم سواء هذا الفقاص والفقاص العادي. صافي البنات كيف ما شفتوا غنقطع الفقاص وغادي نديرو في اللاطه وغندخلو عاوتاني يتحمر التحميره الثانيه عادي جدا. انا كيف ما قلت لكم دوزته ب100 درهم. وبالنسبه للثمن، بالنسبه للكميه اللي عطاني كيلو نيشان، يعني كيلو وربعه ديال الحبات اللي بقاو شايطين على كيلو. كيعطي كيلو عبار نيشان. وبالنسبه لثمن البيع دوزتو كيف ما قلت لكم 100 درهم. كنتو غادي تزيدوا الصفوف عامرين غادي توصلوا حتى ل 130 درهم. كنتو غتزيدوا اللوز في الفينيسيو راه كيوصل حتى ل 150 درهم. كيبقى عاوتاني على حساب المدينه اللي نتوما فيها. صافي كيف ما قلت لكم كنستمر. انا ما سرعتش الفيديو ديال التقطاع باش تشوفوا انني كنقطعو بشويه، يعني بالمهل، وكنعطيه الخاطر هكايا باش كيجي الحبات يعني قد بعضياتهم ويجي الشكل ديالو زوين. نتمنى البنات انكم تشجعوني وتدعموني وتخليو لي لايك وتعليق، ما تمروش يعني مرور الكرام. شوفوا لا فيديو تمشي وخليو لي لايك وتعليق باش هكا تحفزوني تشجعوني انني نحط لكم المزيد من الوصفات والحلويات اللي كنخدم في لي كوموند. صافي البنات كيف ما شفتوا راني كملت قطع ديال الفقاص وغندخلو كيطيب على عافيه مهيله حتى كيتحمر وكياخد اللون الذهبي، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما حمرته. كيف ما شفتوا كيجي الشكل ديالو زوين، وكذلك المذاق ديالو كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه من الاعجاب ديالكم. فقط تبعوا النصائح اللي عطيتكم، وخليت لكم الراحه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.